اللعيبه المعتزلين ونجوم التحليل اللي بيعلقوا على حاجه زي كده ويحاولوا يربطوا بين تغيير لون شعره وبين اي حاجه بتحصل في الملعب او اي حاجه بيعملها في شغله، ده يا جدعان ده تهريج، والله العظيم تهريج. ايه يعني اللعيب غير لون شعره؟ ما يغير لون شعره حتى لو خسران وحتى لو مستواه وحش، حتى لو معرفش يقطع كوره وترقص ووقع على وشه وراح غير. طب ما ايه المشكله؟ راح غير شعره ولون شعره، ايه المشكله؟ بالعكس ده ممكن يكون هو عايز يتخطى اليوم الوحش. لعيب قضى يوم وحش في الملعب وما كانش في يومه والفريق بتاعه خسر وعايز يتخطى اليوم ده، فبيعمل حاجه يتخطى اليوم ده وينسى اليوم الوحش ده ويبتدي بدايه جديده ويفكر في اللي جاي، في الماتش اللي جاي، ويستعيد تركيزه. حركة تغيير لون تحسن له موده، يتخطى عشان يتخطى اليوم ده. يعني هو لو بيفكر بالطريقة دي ماشي، أنا معاه، ما يغير لون شعره. ولا لو بيفكر بأي طريقة